وقبل ما نبدا فيلمنا الجامد ده ما تنساش تصلي على نبينا محمد في التعليقات، وجهز لي بقى نفسك لقصه اكشن ومطاردات نهايتها هتصدمك جدا. فمن غير ما اطول عليكم هات مشروبك ويلا بينا. بيبدا فيلمنا بعميله من المخابرات الامريكيه اسمها ايفر، وهي واقفه على سطح مبنى في طوكيو، وبنعرف ان مطلوب منها تخلص على شخص اسمه كينجي اللي بيكون زعيم عصابه خطير وبيتاجر كمان في الاسلحه لصالح الارهابيين. وبنشوف ايفر وهي بتتسلل للمبنى اللي فيه كينجي بمهاراتها المميزه، وبتصطاد حارس البوابه بطريقه صايعه ومن غير شوشره، وبتستنى ايفر الوقت المناسب عشان تقتحم مكتبه، وبتحط المسدس على دماغه وبتأمره انه يفتح الخزنه بتاعته ويديها فلاشه المعلومات السريه. وطبعا كينجي بيضطر ينفذ كلامها، بس قبل ما توصل ايفر للفلاشه بيهجم عليها واحد من الحراس، وكينجي وقتها بيستغل ده وبياخد الفلاشه بتاعته وبيهرب بسرعه. لكن ايفر مش عميله سهله وبتقدر تكسر وش الحارس ده، وبتكمل جري ورا كينجي بعد ما ضربته بالنار في رجله. وفي طريقها بتقابل حراس مسلحين بيضربوا عليها النار عشان يقتلوها، بس ايفر بطريقه ذكيه بتقدر تتخلص منهم واحد ورا التاني، وفي وقت قصير بتكون قتلت كل الحراس، وبتكمل جري ورا اثار دم كينجي اللي بيكون مستنيها وبيديها بالكرسي على دماغها. فبتتعصب ايفر وبترزعه بالبنيه في وشه وبتكمل تلطيش فيه، وكمان بتغرقه في البسين لحد ما بتقتله. وبعدها بتاخد الفلاشه بكل هدوء وبتقلع هدومها وشعرها اللي كانت متنكره بيهم، وبتسيب اليابان كلها وبترجع لبلدها كرواتيا. والمفاجاه ان ايفر ليها حياه تانيه بعيده عن الاكشن اللي حصل من شويه، وبنتعرف على جوزها دكتور ديفيد وهو بيجهز لها الاكل عقبال ما ترجع من شغلها. لا وكمان بيكون جايب لها هديه عيد جوازهم التالت اللي بتكون غاليه جدا، انما ايفر بقى يا صديقي كانت جايبه له بوكسر ايه حكايه. وتاني يوم بنشوفها وهي رايحه مقر المخابرات، وبتقابل هناك رئيسها جارفس اللي بياخدها لمكتبه السري جوه الوكاله، وبيبداوا يستكشفوا الملفات اللي موجوده على الفلاشه، وبنفهم ان ايفر نفذت المهمه دي عشان توصل لمجرم مطلوب دوليا اسمه كالي. وبنعرف ان المجرم ده اشتغل لحساب كينجي وهو اللي خلصه من المافيا الروسيه اللي كانت بتنافسه في شغله، وكل اللي هم بيعملوه ده عشان يوصلوا لهويه كالي الحقيقيه، لكن للاسف هو بيكون حريص جدا على اخفاء هويته. وجارفس وقتها بيطلب من ايفر انها تكمل تقريرها وتاخد باقي اليوم اجازه، فبتشكره ايفر وبتحاول توصل لاي دليل من المعلومات اللي موجوده على الفلاشه، لكنها بتفشل وبتقرر ترجع تقضي اليوم مع ديفيد جوزها. وبتسلم على جارها نيكولاس ومراته ابي، لكنها بتتصدم جدا لما بتدخل البيت وبتلاقيه متدمر حرفيا، ونضاره جوزها ديفيد مكسوره ومرميه على الارض. وقبل ما تعمل اي حاجه بتلاقي تليفون جوزها بيرن، واللي بيكلمها ده يا صديقي بيكون شخص مجهول، وبيبدا في تهديدها انه هيقتل جوزها لو ما نفذتش كل طلباته. وايفر بتتصدم انه عاوزها تسرق ملف الكناري الاسود اللي موجود مع شخص اسمه ستوكا، وبيعرفها ان ستوكا ده مسجون في زنزانه سريه جوه وكاله المخابرات، وبيديها كود السر بتاعه، وبيعرفها كمان انه مخبي الملف ده جوه اسنانه. واللي بيصدم ايفر اكتر انه عارف عنها كل حاجه، فبتطلب منه يكلم جوزها الاول قبل ما تنفذ له اي طلب هو عاوزه. وفعلا الشخص ده بيخليها تكلم ديفيد وبيفهمها ان قدامها مهله لحد نص الليل عشان تنفذ المهمه دي، وبيديها لوكيشن لمكان تليفون عمومي هيرن الساعه 12 بالليل، ولو هي ما ردتش على التليفون ده ومعاها الملف يبقى تقرا الفاتحه على جوزها ديفيد. وطبعا لو فكرت تشغل دماغها وتعرف حد من السي اي اي هيقتله، وكمان هيبعت مجرمين يخلصوا عليها. وايفر ما بتكونش عارفه تتصرف ازاي، فبتتصل بسورينا صاحبتها الهاكر وبتديها رقم الشخص اللي كلمها وبتطلب منها تحدد مكانه، لكنها بترفض لان هي ما بيجيش من وراها غير المصايب. بس لما بتهددها ايفر انها هتبلغ جهاز الامن الروسي عن عمليات الاختراق اللي هي نفذتها، بتضطر ان هي توافق. وبعد شويه بترجع ايفر للوكاله، وجارفيس اول ما بيشوفها بيسالها ايه اللي جابها من الاجازه، فبتقول له الاجازه دي للعيال السيس مش ليا انا، وبتسيبه وبتروح تبحث عن ملف ستوكا في جهاز المخابرات، لكنها للاسف بتلاقي الملف بتاعه متشفر. بس اول ما بتكتب الرقم اللي خدته من الشخص المجهول الملف بيفتح قدامها، لكنها بتتفاجئ لما بتعرف ان ستوكا اتسجن بسبب التجسس وسرقه معلومات سريه، وان الضابط اللي قبض عليه اسمه كارتر ماكس. وفي الوقت ده بتجيلها رساله من سورينا فيها لوكيشن التليفون اللي كلمها، وبتطلب منها ما تتصلش بيها تاني. فبتاخد ايفر بعضها وبتروح على هناك بسرعه وبترن على الرقم عشان تحدد مكانه. واول ما تسمع صوت رنه التليفون في شقه قريبه منها بتقتحمها وبتتفاجئ انها فاضيه وخادم جوزها محطوط على الطاوله جنب التليفون اللي بيرن فجاه. وايفر اول ما بترد بيعرفها الشخص المجهول ده انها غبيه جدا لانها فكرت تشغل دماغها عليه، وعشان ذكائها خانها فبيقول لها ان هي دلوقتي واقفه على لغم قادر يدمر بيت كامل وبيقفل في وشها السكه. وايفر وقتها بتتعصب جدا من ذكاء الشخص ده، وبتحاول انها تفك اللغم قبل ما ينفجر ويقضي عليها. ولما بتحدد نوع اللغم عن طريق تصويره بتفهم ازاي هتتصرف في المصيبه دي، وبنشوفها وهي بتخلع رجل الطاوله، وفي ثانيه الا ثانيه بتشيل رجلها وبتضرب اللغم بالخشب عشان ينفجر بعيد عنها. وبعد الاكشن ده بتقرر انها تروح للمقر السري للمخابرات، وهناك بتقابل ماكس المسؤول عن المقر، فبتطلب منه انها تقابل المسجون ستوكا. فبيستغرب ماكس وبيقول لها ان صلاحيتها في المخابرات ضعيفه وما ينفعش تقابل مسجون خطير زي ده، لكن ايفر بتفهمه ان ستوكا ليه علاقه بقضيه كال اللي هي بتحقق فيها، وان كينجي قبل ما تقتله اعترف عليه، وفعلا قدرت تاكله الاونطه، بس هو بيفهمها ان كل حاجه هتعملها اثناء الاستجواب هتكون متراقبه. فبتوافق على طول وبتدخل تقابل ستوكا وبتساله عن ملف الكناري الاسود، وبتاكد له انه لو ساعدها هي هتقدر تخرجه من السجن، لكن ستوكا بيكون غشيم حبتين وبيفضل يشتم فيها هي وبلدها. فبتفقد ايفر اعصابها وبتنزل فيه ضرب، وبتقدر انها تخلع السنه اللي فيها الملف، لكنها بتتصدم جدا لما بتلاقيها فاضيه.
وماكس وقتها بيجري بسرعه يوقفها عن اللي هي بتعمله، بس ايفر بتقدر انها تثبته في الارض وبتطلع تجري منه، لكنه اول ما بيشوف السنه بتاعت ستوكا وبيلاقيها فاضيه بيفهم انها اخذت الملف منها، وعشان كده بيؤمر جنوده انهم يقفلوا المكان ويقبضوا عليها بسرعه. وبنشوف ايفر وهي بتشتبك معاهم بمهاره مرعبه، لكن لما بيتلموا عليها بتاخد واحد منهم رهينه لحد ما بتخرج وبتقفل الباب عليهم بسلك الكهرباء، وبعدها بتحط صندوق كبير جدا ورا باب المقر عشان محدش يقدر يوصل لها وبتهرب منهم. واللي حصل ده بيوصل لايفنز مساعد المدير العام للمخابرات اللي بيتعصب جدا وبيتصل بماكس عشان يهزقه لان الملف كان عنده من البدايه وهو ما قدرش يوصل له. وجارفيس لما بيعرف بيتصل بايفنز فورا وبيعرفه ان ايفر مستحيل تخونهم لان ابوها وامها كانوا عملاء اصلا في الوكاله قبل وفاتهم. ولما بيسالوا عن الحاجه المهمه اللي هي سرقتها بيتصدم لما بيعرف ان الملف ده عباره عن قائمه سريه جدا لملفات كل فرد في المخابرات واليوري بول، وان الملف ده لو وقع في ايد حد من اعدائهم هيبتز بيه العملاء ويحولهم لجواسيس ضد بلدهم. والمفاجاه الكبيره لجارفيس ان هو كمان ليه معلومات جوه الملف ده كانوا هيبتزوه بيها لو فكر يخونهم. وطبعا جارفيس بعدها بيتعاون مع ماكس عشان يقبضوا عليها، وبيقرروا ان اول شخص يدوروا وراه هو ديفيد جوزها. واثناء بحثهم بتيجي مكالمه لجارفيس من مراته، لكن المفاجاه ان اللي بتكلمه يا صديقي هي ايفر عشان ماكس ما يشكش فيه. وايفر وقتها بتحكي له اللي حصل من طاطا لسلام عليكم، وبتعرفه انها مش خاينه وانها لما راحت تاخد الملف ما لقيتوش اصلا مع ستوكا، وعشان تخليه يصدق كلامها بتطلب منه انه يروح لبيتها اللي هيلاقيه متدمر لان ديفيد جوزها مخطوب بقاله 7 ساعات. وبعد المكالمه دي بتروح ايفر لمالها ليلي في المدينه عشان تقابل اربن اللي قادر انه يعمل اي حاجه في مقابل الفلوس. ولما بيدخلوا حته امان بتطلب منه ايفر انه يجيب لها معلومات عن كل القتله المأجورين اللي موجودين في البلد، وبتدي له كمان ورقه فيها حاجات هي عاوزاها وبتسيبه وبتمشي. وفي الوقت ده جارفيس بياخد ماكس ومجموعه من العملاء وبيروحوا على بيت ايفر عشان يتاكدوا من كلامها، بس المفاجاه انهم بيلاقوا البيت ما فيهوش خربوش واحد بس يدل على ان ديفيد اتخطف. وفي ناحيه تانية بنشوف ايفر وهي رايحه لشقتها السريه عشان ترتاح شويه، لكن ده ما يمنعش انها جاهزه للمشاكل في اي لحظه. ولان الشقه دي ما بقتش امان فبتروح تطلع شنطه كانت مخبياها وبتتحرك بيها، بس فجاه بتلاقي تليفون الشخص اللي هي قتلته بيرن، ولما بترد بتلاقي الشخص اللي خاطف جوزها واللي بيعرفها انه اخذ الفلوس من شنطتها عشان يعلمها الادب. فبتتعصب ايفر عليه وبتفهمه انها خربت الدنيا على زفت الملف ده لكن ما لقيتهوش، بس هو مش بيصدقها وبيفتح لها فيديو عشان يوريها جوزها وهو بيتعذب وبيفهمها ان فاضل 4 ساعات بس وهيقتله. فبتفقد ايفر اعصابها لانها مش عارفه مكان الملف، وبتقرر تبعت رساله مشفره لجارفيس عشان تقابله ويساعدها في المصيبه دي. وبعد ساعه بيتقابلوا هما الاثنين في عربيه جارفيس اللي بيتعصب عليها لانه لقى البيت ما فيهوش خربوش واحد يدل على ان ديفيد اتخطف. فبتفهمه ايفر ان الناس دي اخطر بكتير جدا من انهم يسيبوا دليل وراهم، لكن جارفيس بيقول لها ان الدنيا مقلوبه عليها بعد اللي هي عملته، وانها حتى لو لقت الملف مستحيل يخليها تسلمه ليهم لان عليه معلومات سريه تخصه. والمفاجاه الكبيره لما بيوصل ماكس ورجالته لمكانهم عشان يقبضوا على ايفر، وهي طبعا ما بتكونش مصدقه ان جارفيس سلمها ليهم، لكنه بياكد لها انه عمل كده عشان يحميها. وفي طريقهم لمقر المخابرات بتظهر فجاه عربيتين جواهم اشخاص ملثمه بيقربوا من عربياتهم وبيلزقوا فيهم متفجرات، وبيبداوا في تفجيرهم واحده ورا الثانيه عشان يساعدوا ايفر على الهروب، لكن ماكس ورجالته بيشتبكوا معاهم بطلق ناري. واثناء المطارده دي جارفيس بيلزق عربيه منهم في الترام بيدشملها خالص، لكن بعدها كل العربيات بتلبس في بعض في نص الشارع، وايفر بتكون لسه عايشه وبتخرج من العربيه وبتاخد معاها رشاش وقنبله عشان تخلص على باقي المقنعين، وبتفجر كمان عربيتهم بقنبله. ولما بتمشي من المكان بتلاقي واحد من المقنعين لسه عايش وبيجري وراها، فبتستخبى ايفر منه لحد ما بيقرب منها، وبعدها بتدخل معاه في معركه عنيفه جدا، لكن في النهايه بتقدر انها تقطع جسمه كله بالسكينه، بس قبل ما تقتله بترفع القناع من على وشه. والمفاجاه يا صديقي انه بيطلع جارها نيكولاس، فبتساله ايفر قبل ما يودع عن مكان جوزها ديفيد، لكنه مش بيلحق يقول لها اي حاجه وبيمد بين ايديها. وبعد شويه لما بيرجع جارفيس ومعاه ماكس المقر الوكاله بيلاقوا ايفر بعت لهم صوره نيكولاس من ضمن المقنعين، فبيتصدم جارفيس جدا لانه عارف ان الشخص ده يبقى جارها، وبيطلب من كل العملاء انهم يبحثوا وراه لحد ما يعرفوا هو بيشتغل لحساب مين. وفي الوقت ده بنعرف ان ايبي وجوزها نيكولاس شغالين لحساب واحد اسمه بريزن، وده بقى يا صديقي اللي ورا كل اللي حصل في الفيلم. وبيفاجئنا بريزن لما بيقتل اخر واحد من الرجاله اللي كانوا في المهمه مع نيكولاس، وبيعرف مراته ان حقها يرجع لما يوصلوا للملف. وبالليل ايفر بتروح تقابل اربن اللي بيعرفها اسماء قتله المأجورين، واللي بيكون من ضمنهم كالي اللي هي بتدور عليه اصلا من اول الفيلم. ولما بتوري له صوره نيكولاس وبتساله عنه بتعرف منه ان اسمه الحركي هو روريك، وبتتصدم جدا انه عميل شغال في السر لحساب CIA في مختلف المدن. وبعدها اربن بيسلمها الحاجات اللي هي طلبت منه يجيبها، فبتاخدهم منه وبتمشي. وفي الوقت ده ايفنز كان وصل المطار وبيروح على طول يقابل مدير CIA عشان يشرح له اللي حصل، لكن المفاجاه الصادمه ان المدير ده بيطلع بريزن اللي بيهزق ايفنز لان رجالته سببوا الفوضى على الاراضي بتاعته. فبيعتذر له ايفنز وبيعرض عليه انهم يتعاونوا سوا عشان يوصلوا لايفر، وطبعا بريزن بيعمل من بينها وانه ما يعرفش حاجه لكنه بيوافق على عرضه. وفي ناحيه تانية بتروح ايفر تأجر غرفه جوه فندق معين، وعلى طول بتفتح الشنطه اللي فيها الحاجات اللي هي طلبتها من اربن، وبعدها بتتسلل من الشباك من غير ما حد يلاحظ، وبتكسر ازاز غرفه تانية جنبها وبتدخل جواها. وبنعرف ان ايفنز نزل في الفندق ده وهي اول
اول ما بتشوفه بتهجم عليه وبتلبسه القناع وبتكتفه كمان في الكرسي وهو عمال يصرخ وما يعرفش ان القناع ده كاتم صوته. وايفر وقتها بتفهمه ان هي مش خاينه وان اللي بتعمله ده بسبب ان في حد خطف جوزها وعاوز ملف الكناري الاسود عشان يحرره. وبعدها بتجيب اللاب بتاعه وبترفع صوت القناع عشان يديها كلمه السر وتقدر انها تاخد نسخه من الملف. بس ايفنز بيرفض انه يقول لها حاجه وعشان كده هي بتتعصب عليه وبتكسر له صباع من ايده. فبيقول لها ايفنز على كلمه السر لكنها بتطلع غلط وده بيعصبها اكتر وبيخليها تحط قنبله في رقبته وبتفهمه انها هتفرتك دماغه لو ما اتكلمش. فبيترعب ايفنز وبيديها كلمه السر لكن المره دي حسابه كله بيتجمد ولازم يتفتح من على الخوادم الرئيسيه. ولان ايفنز قدر يخدعها بذكائه فبتديله ضربه بتريحه من الدنيا خالص. وبعدها بتتصل بسورينا وبتطلب منها تخترق قاعده بيانات CIA. وبعد شويه بتروح تقابلها قدام المبنى اللي فيه الخوادم وبتديها سورينا جهاز بيفك شفره اي باب الكتروني وكل تفاصيل المبنى يا صديقي بتنقلها على تليفونها. وبتخليها سورينا تتعلق في طياره بدون طيار وبتتحكم فيها عن بعد لحد ما بتقدر توصلها للمبنى. وايفر بتتسلل جوه المبنى لحد ما بتوصل لغرفه الخوادم وبتستخدم جهاز فك الشفرات عشان تفتحه. وبتروح بسرعه للجهاز الرئيسي وبتحط طاقه ايفنز عشان تفتحه وبتفضل تدور على ملف الكناري الاسود لحد ما بتلاقيه وبتبدا تنسخه على فلاشه. وفي ناحيه تانية بنشوف سكرتيره ايفنز وهي رايحه لغرفته عشان تعرفه ان في حد استخدم هويته في غرفه الخوادم. ولما بتلاقي الباب مقفول ومفيش حد بيرد بتؤمر الحراس فورا انهم يفتحوا الغرفه لكنهم بيتصدموا جدا لما بيلاقوه مرمي على الارض ومتكتف. ولما بيشيلوا قناع وقنبله من عليه بيعرفهم ان ايفر هي اللي عملت كده عشان تسرق ملف الكناري الاسود من الخوادم. فبيفعلوا بسرعه اجهزه الانذار في نفس اللحظه اللي قدرت فيها ايفر انها تنسخ الملف وبتطلع تجري منهم. ولما بيحاصروها من جميع النواحي بتطلب من سورينا ان هي تبعت لها الطياره فورا. وبعدها بتبدا معركتها العنيفه مع الامن وبتقاتل فيهم بمهاراتها المرعبه وبتجري بكل سرعتها ناحيه الشباك وبتنط على طياره عشان تهرب منهم. بس الامن وقتها بيضربوا عليها النار وللاسف بيدمروا الطياره وايفر وقتها بتضطر انها تنزل منها بسرعه قبل ما تنفجر. ولما بتقوم بتلاقي واحد جاي يطمن عليها فبتغفله وبتسرق عربيته وبتتحرك بسرعه على مكان سورينا. واول ما توصل عندها بتحط الفلاشه في اللاب بتاعها عشان تعرف ايه اللي جوه الملف. والصدمه الكبيره ان الملف ده عباره عن فيروس مدمر قادر انه يعطل النت في اي دوله في العالم في ثواني معدوده. وطبعا ده هيعمل شلل في كل الاجهزه مهما كانت الحمايه اللي عليهم قويه. لكن المصيبه الاكبر لايفر ان فاضل 6 دقايق بس على الساعه 12 وعشان كده بتسحب الفلاشه بسرعه وبتاخد تليفون سورينا وبتبعت رساله منه لجارفيس عشان يتعقبها من خلاله. وبعدها بتتحرك بسرعه جنونيه عشان تلحق جوزها لكنها بتتخبط من عربيه نقل بتشملها خالص. بس ايفر ما بتهتمش وبتكمل جري على التليفون اللي كان بيرن لكنها للاسف مش بتلحق ترد على المكالمه. فبتتجمد مكانها لانها خايفه على جوزها ومش بتاخد بالها ان في شخص وراها بيضربها بالصاعق وبعدها بيقرب منها وبيحقنها بمخدر عشان يفقدها الوعي. وفي ناحيه تانية بيكون في اجتماع دولي حاضر فيه كل رؤساء دول العالم لكن فجاه بيخترق بريزن البث على الشاشات وهو لابس قناع وبيعرفهم انه معاه فيروس الكتروني اخطر من القنبله النوويه وانه قادر يسيطر على اي دوله في العالم بضغطه واحده منه. وعشان يتاكدوا من كلامه بيفعل الفيروس على دوله سنغافوره وبيعطل كل الاجهزه اللي فيها. وبعد ما رعبهم بيامرهم ان كل دوله في العالم لازم تدفع له 1% من اجمالي انتاجها المحلي وبيديهم مهله ساعه واحده بس عشان يحولوا الفلوس وبيهددهم ان اللي مش هيدفع هيجمد دولته في ثواني وبينهي كلامه على كده. والاجتماع وقتها بيتقلب لحاله من الفوضى وكل رؤساء العالم بيحاولوا يشوفوا حل في المصيبه اللي هم فيها. وفي اللحظه دي جارفيس قدر انه يوصل للمكان اللي ايفر محبوسه فيه وبيمثل قدام الحراس انه سكران طينه ومش شايف قدامه لكنه بيطلع مسدسه وبيخلص عليهم كلهم. وبعدها بيتسلل جوه المخبأ عشان يلحق ايفر لكن واحد من الرجاله بيثبته وبياخده لبريزن اللي بيرحب بيه في العالم التاني بتاعه. وجارفيس ما بيكونش متخيل ان هو اللي ورا كل اللي حصل وبيساله عن مكان ايفر. فبيقول له بريزن انه كان لازم يعمل حرب الكترونيه عشان يسيطر على العالم وفجاه بيطلع مسدسه وبيقتله عشان محدش يدور وراه. وبعدها بيروح يفوق ايفر اللي بتتصدم هي كمان ان مدير CIA هو اللي ورا كل اللي حصل. فبيضحك بريزن وبيبعت رجالته يجيبوا ديفيد جوزها عشان ينفذ اتفاقه معاها. لكن المفاجاه ان بريزن بيضرب عليه النار اول ما بيشوفه وايفر وقتها بتتعصب جدا لان ده ما كانش اتفاقهم. فبيضحك بريزن للمره الثانيه وبيسيب لها ايبي عشان تنتقم منها بعد ما قتلت نيكولاس جوزها وبعدها بيمشي. وابي وقتها بتطلع سكينه عشان تقتل ديفيد وتقهرها عليه بس هو بيقدر يتصدى ليها وايفر بتساعده وبتخنقها من رقبتها. لكن ابي بتحرر نفسها وبتهجم على ديفيد وبنشوف معركه عنيفه جدا بينهم. بس وقتها ديفيد بيفاجئنا بمهاره مرعبه جدا وبيشرحها بالسكينه لحد ما بيقتلها. وايفر بتكون مصدومه ومش مصدقه ان ده جوزها ديفيد وعشان كده بتستنى لما بيحررها وبتهدده بالمسدس وبتساله عن هويته. والصدمه الكبيره ليا انا شخصيا لما بيطلع ديفيد هو قال اللي هي بتدور عليه من اول الفيلم وبيحكي لها ديفيد القصه بدات ازاي وان هو كان بينفذ مهمه لصالح بريزن لكنه فشل فيها وعشان ينقذ نفسه من الموت قال له على موضوع الفيروس. وبيفهمها ان بريزن هو اللي خطط لموضوع خطفه عشان يجبروها تجيب لهم الملف وبيطلب منها انها تسامحه. لكن ايفر من صدمتها بتسيبه زي الكلب وبتروح تدور على بريزن وبتتفاجئ لما بتلاقي في طريقها جثه جارفيس فبتحزن جدا على موته. وبريزن وقتها كان مزقطط من الفرحه بعد ما المساعد بتاعه عرفه ان في دول كتير جدا حولت الفلوس على حسابه لكنه بيأمره انه يخترق انظمه 3 دول من اللي ما دفعوش بالفيروس عشان يجبر الباقي انهم يدفعوا. وفي الوقت ده ديفيد كان وصل عند لوحه
الكهرباء ودمرها قبل ما يفعلوا الفيروس على الثلاث دول. لكن الرجاله وقتها بتشغل المولد وما خدوش بالهم ان ايفر اتسللت عندهم، وسمعت ريد المساعد وهو بيقول ان باقي 15 ثانيه بس والبرنامج يشتغل، فبتشتبك ايفر معاهم بضرب النار عشان توقفهم، وبتحصل معركه ناريه عنيفه جدا بينهم، وريد وقتها بياخد بريزن وبيهربوا من المكان. وايفر بتقدر انها تخلص على كل الرجاله، بس واحد منهم كان هيغفلها لكن ديفيد بيظهر فجاه وبيقتله. وفي الوقت ده بنعرف ان ماكس قدر يحدد مكانهم واخد جيش كامل وفي طريقه ليهم، وايفر في ناحيه تانية بتقدر توصل لهم وبتضرب النار عليهم وبتصيب ريد في رجله، فبيحاول بريزن انه يقتلها لكنها بتستخبى منه وبتضرب عليه النار، فبيطلب بريزن من ريد انه يفعل الفيروس على الدول الثلاثه، وفعلا بيزحف ريد اثناء المعركه العنيفه دي لحد ما بيوصل لللاب وبيشغل الفيروس. لكن ايفر وقتها بتقدر انها تسيب بريزن بطلقه في كتفه وبتروح تديله كام يد في وشه وبتحاول تقتله، بس هو بيصدى ليها وبيجرحها بالسكينه وبيشيلها كمان وبيرميها على الترابيزات، فبتقوم ايفر تشتبك معاه للمره الثانيه لكن هما الاثنين بيقعوا للدور الارضي، وبعدها بريزن بياخد سكينه جنبه عشان يقتلها بيها، لكن في اخر لحظه ايفر بتسيطر عليه وبتخليه يطعن نفسه وبتقتله، وبسرعه بتجري على اللاب بتاعه وبتفصل النت عنه قبل ما الفيروس يدمر الثلاث دول. وبعد الاكشن ده ديفيد بيجي عشان يصالحها بعد اللي هو عمله، بس هي بترمي له دبلته في الارض وبتعرفه انها مستحيل ترجع لكلب زيه تاني. وفي الوقت ده بيوصل ماكس ورجالته للمكان، وديفيد اول ما بيسمع صوتهم بيودع ايفر وبيجري ينط في النهر، وبعد ما الرجاله قبضوا على ايفر بيروح ايفنز يحقق معاها، بس طبعا كان عاوز يكسر صوابعها زي ما عملت فيه، لكن ايفر بتضربه في وشه وبتكسر له مناخيره، وقبل ما هو يعمل اي حاجه بتدخل عليهم فجاه واحده اسمها ليزا، ولما بيسالها ايفنز عن هويتها بتقول له رد على المكالمه اللي هتجيلك من رئيسك وانت هتعرف، واول ما تليفونه بيرن بيلاقيه فعلا رئيسه، فبتطرده ليزا بره الغرفه، وبعدها بتقعد تتكلم مع ايفر وبتقول لها ان هي تبقى مديره الاستخبارات الامريكيه، وبتعرفها ان هي جايه مخصوص ليها بعد اللي هي عملته، وبتعرض عليها تشتغل لحسابها بدل ما تترمى في السجن باقي حياتها، لكن ايفر بتفاجئها لما بتفك الكلبشات من ايديها بسهوله، وطبعا بتوافق على العرض بتاعها، وليزا وقتها بتضحك وبتديها الكارت بتاعها وكمان بالطو تلبسه، وبيخرجوا هما الاثنين من المكان سوا. ولحد هنا يا صديقي العزيز بيخلص فيلمنا، واتمنى لو عجبك الملخص تعمل لنا لايك وشير للفيديو وتسيب لنا رايك في قصه الفيلم مع تعليقك الجميل، وطبعا لو اول مره تشوفنا اشترك وفعل التنبيهات عشان تتابع كل جديد بنقدمه في اسد الملخصات، ده غير ان سايب لك 4 افلام اجمد من بعض، اختار اي واحد فيهم ويلا سلام.